بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، الأخوة الصوماليين، مع لقاء مع أحد نجوم الجيل الذهبي الصومالي في السبعينات وفي الثمانينات، الكابتن محمد إسماعيل علي، أحد اللاعبين الصوماليين المعروفين. كان يلعب مع نادي هورسيد. نادي هورسيد طبعا من بطل الصومال سابقا في عدة مواسم. نادي هورسيد طبعا هو بطل سكافا، أكثر مرة أخذ نادي هورسيد كابتن محمد. يعني معانا يعني نجم كبير يعني من أيام الجيل الذهبي، اسمه محمد سعيد بعالي، ولاعبين عيرو، لاعبين عظام يعني في الكرة الصومالية. حدثنا أخ محمد، حدثنا أخ محمد، كيف أول شيء كيف انطباعاتك الأولى أول ما وصلت لدولة الكويت الحبيبة؟ كيف شفت استقبال الجالية الصومالية؟ مشاعرك يعني؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على اللقاء، شكرا على الفرصة اللي اديتني اياها. الله يخليك. الصراحة يعني بالنسبة لي مش أول زيارة أزور الكويت. طبعا زرت الكويت في أواخر السبعينات وأنا لاعب في المنتخب الصومالي، لعب ضد طبعا الجيل الذهبي الكويتي في السبعينات، طبعا 77. فهذه ثاني زيارة لي أزور الكويت. فصراحة يعني مع اني وصلت اليوم، لكن يعني شكرا على حسن الضيافه وحسن الاستقبال من الجاليه الصوماليه والسفير الصومالي والقنصل الصومالي. يعني فعلا يعني استقبال رائع وما كنت متوقعه صراحه. الحمد لله. شكرا طبعا على الاستقبال وحسن الكرم وحسن الضيافه. الله يخليك. ان شاء الله ما تكون اخر زياره. ان شاء الله اكيد زيارات ان شاء الله راح تتوالى ان شاء الله الوحدة تولى الأخرى. طيب أستاذ محمد، كلمنا أنت شنو طبيعة عملك مع الفريق الصومالي ويك؟ يعني شنو يعني، هل أنت مرافق فقط أو يعني تلعب دور إرشادي لهم؟ أنا طبعا من الإدارة أو لاعب، طبعا ما أني لاعب سابق يعني من المسؤولين الكبار في النادي، في الجالية الصومالية المقيمة في بريطانيا طبعا. في أي مكان تحديدا؟ في لندن. في لندن العاصمة. في لندن العاصمة. فيعني من المستشارين الكبار للفريق طبعا، أحد المسؤولين في النادي. فطبعا هذه أول زيارة نزور فيها الكويت، إن شاء الله ناخذ برضه زيارة ثانية إن شاء الله، نلعب مباراة ثانية برضه إن شاء الله. اليوم مباراة ضد الساحل الكويتي، يوم السبت. المباراة الثانية طبعا ضد الجالية الصومالية المقيمة في الكويت يوم السبت القادم إن شاء الله. يوم السبت القادم على ملعب نادي الكويت. على ملعب نادي، ونغادر إن شاء الله على الإمارات، ونلعب برضه عدة لقاءات في دبي وأبو ظبي إن شاء الله. طبعا الجالية الصومالية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله. طب كابتن محمد، يعني الصومال طبعا مرت بحرب، يعني في مرحلة سوداء لحد الحين. الصومال يعني في نفق مظلم لحد الحين، لم يخرج الشعب الصومالي منه. في هذه المرحلة طبعا اختفت النجوم، اختفت الموهبة الصومالية، ما في لاعبين، ما في لا أندية، ما في مواهب صومالية قتلت تماما. فعلا. فعلا. وبعدين حتى يعني نتائج المنتخب الصومالي يعني يخسر بالستة بالثمانية من نتائج يعني باهظة. طب انا اشوف الحين لاعبين الصوماليين ما شاء الله عليهم يعني مبدعين، يعني مواهب يعني ما شاء الله، يقدر يعني استطاعتهم يلعبوا على المستوى الدولي. طبعا احنا نستفيد انت عارف ظروف الصومال والحروب الاهليه. ايوه. يعني حوالي اكثر من 20 سنه لا في دوري في الصومال ولا في امن ولا في امان. فنحاول نستفيد من اللعيبه الصغار الصوماليين المغتربين اللي عايشين في الدول الاوروبيه بصفه عامه، وفي لندن بصفه خاصه. نستفيد من ما عندنا دوري في الصومال، ما في موسم رياضي، ما في اي شيء، وملتزمين نشترك في البطولات العربيه والبطولات الافريقيه. نحاول نستفيد من الاولاد الصغار هذول، ونحاول نكون فريق مغترب يلعب باسم الصومال، ويضخ كمان المنتخب الاول، يعني يعطيهم لاعبين كمان. نعم. الفريق الاول. نعم. لانه ما شاء الله شوف خامات يعني ليس على يقدر يشرفوا الصومال يعني. اولاد صغار يعني ولاعبين يعني 19 الى 20 سنه. حتى عندنا ابناء الجالية الصوماليه في الكويت في لاعبين على مستوى يعني ما شاء الله يعني. والله نحن بيني وبينك نحن نرحب باي
لاعب صومالي سواء في اوروبا او في دول الخليج. يعني اي واحد مثلا لاعب فعلا ممكن يعني عنده مواهب ممكن نستفيد منه في المباريات الدوليه، انه يشترك في اسم طبعا البلد المنتمي اليه الصومال، سواء كان في دول الخليج او في اوروبا. هذا اللعيبه اللي شايفهم الحين طبعا كلهم عايشين في لندن، يعني شباب مغتربين، يعني شباب كلهم مغتربين، بعضهم من هولندا وبعضهم، وعندنا برضه لعيبه ثانيين ما اجوا معنا، جروب خاص ما سعوا الظروف انهم يشاركوا معنا. لكن طبعا في دوره عربيه اللي بتقيم في قطر ان شاء الله في شهر 12 تقريبا. الدولة العربية الرياضية. الدولة العربية الرياضية المستضيفة دولة قطر الدوحة. ايوه. فنجهز فريق ان شاء الله، فريق كرة قدم يشترك باسم الصومال في الدورة العربية المقيمة في دولة قطر ان شاء الله. شوف اللقمة هذه الخطيرة، هذه لقمة خطيرة.